هاي يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ انا رينا سليمان من شركه يورو هوم للخدمات العقاريه. بصوا النهارده انا اول مره ادخل الكومباوند ده، بس بصراحه عجبني. عارفين الكومباوند اللي تدخلوه تحسوا كده براحه نفسيه، حاجه اسمها انشرحت. انا كريمه انشرحت. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. بصوا بقى، النهارده معايا ستاند الون فيلا لقطه خطيره. طب الناس بقى هتقولي رينا انتي بتعرفي منين هي لقطه؟ من الاسعار. يعني الاسعار، المساحات، ما هو بص كذا حاجه، اسعار، مساحات، لوكيشن. اسعار، مساحات، لوكيشن مهمه قوي. صيانه الكومباوند، الشوارع، الزرع، الحاجات دي كلها كويس قوي. الارض معايا 600 متر والمباني معايا 540 متر. بازمنت ارضي اول روف. اهم حاجه انا عندي كارينا انه في غرفه في الدور الارضي، غرفه ضيوف. والله حضرتك بقى عايز تفتحها ريسبشن ده براحتك، مش عايز، انا شايفه ان هي استغلالها مهم يعني. كمان هو اي فيلا بيركب فيها اسانسير، بس مش كل الناس بتحب الاسانسير، يعني في ناس لا بتبقى مش عايزه، معرفش ايه السبب، بس هو كده يعني. طيب، فعندنا احنا في الدور الارضي غرفه كبيره، عندنا مطبخ كبير، حمام ضيوف، ريسبشن. الفيلا عندي على يعني ليك سويمنج، مش حمام سباحه، يعني هتشوفوها في الفيديو. عرفت منين هي سويمنج؟ ما سالتش الاونر، لكن عرفت من السلم اللي بينزلوا بيه يعني. طيب، وبعدين بطلع الدور الاول، عندي 3 غرف نوم وغرفه معيشه، مش هينفع تتقفل غرفه رابعه، ده اعتقادي انا الخاص. حاسه المساحه لا تسمح بهذا، لانه الليفينج روم في نص الدور التاني، فعشان كده حاسه ان هي لا مش تنفع. طيب، وعندي طبعا غرفه من التلاته ماستر، وعندي حمام تاني بيسرفز على الليفينج روم وعلى الغرفتين التانيين. اطلع في الدور التالت الاقي روف، والاقي ان في غرفه كبيره جدا، ممكن تعمل بقى كيتشنات، مش عارفه ايه، حاجات كتير، تفاصيل كتير قوي 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 قوي. طيب، وبعدين بقى عندي البازمنت بقى في يعني بتعمل كل حاجه بقى، تقدر تقسمه نصين، يبقى في باركينج، في جيم، غرفه سواق، غرفه مربيه بالحمام، تفاصيل على حسب كل انسان بيعيش ازاي واحتياجاته الخاصه. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نروح نشوف الفيلا، خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته. يا جماعة، أنا هنا داخلة الفيلا من الجهة الخلفية، أو دي الجهة اللي بتكون عليها الجاردن بشكل مباشر، ولذلك أنا هطلع من السلم ده، أطلع على الجاردن الخاصة بيا. يعني أنا عندي مدخل من البيت اللي بيدخل على ريسبشن، ومدخل تاني من الجاردن اللي احنا شايفينه دلوقتي مع بعض. دي مساحة الجاردن، كنت حابة أجيب الفيو يعني بصراحة. اعتقد مساحه ممتازه، انا شايفه كذا حد في الكومباوند عامل حمام سباحه، فالجاردن تستحمل الكلام ده. دايما بيقولوا هو حمام السباحه نص المبنى يعني. طيب، وده التصميم الخارجي للمبنى. الفيلا اللي جنبي هي بتشطب، واللي على شمالي على فكره بالمناسبه متشطبه. انا بازمنت ارضي اول روف. البازمنت ليه مدخلين من الممرين اليمين والشمال، ونقدر نعمل له فتحة أخرى أو مدخل آخر من أمام الفيلا. ده ريسبشن معانا، 4 قطع مستريحين جدا كده. أنا كأني خارجة من الفيلا. ليه أنا عملت كده؟ إن أنا كنت حابة بصراحة أشوف الفيو، فنزلت من الباساج ده عشان أعرف إيه اللي موجود يعني. دي يعني الأوت اريا اللي برا الفيلا كده، وكده أنا كأني داخلة من باب الفيلا بالظبط، الدخلة الطبيعية بتاعت أي حد يعني. طيب، احنا معانا هنا ده المطبخ، وده حمام ضيوف. لو اول مره تشوف القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. دي الغرفه اللي موجوده في الدور الارضي، انا بسميها غرفه ضيوف، في ناس بتستغلها بتكون غرفه مكتب وبيعملها سلم خارجي للجاردن. ده طبعا منزل اخر للبازمنت، بس احنا هنطلع فوق. انا مصوره البازمنت بالمناسبه يعني. التهويات بتاعت البيت تهمني انا كرينا، يعني تهمني جدا صراحه.
يهمني الشبابيك تبقى كبيره وفيها تهويات. بحس البيت الكبير لازم طول الوقت يتهوى، يعني لازم المنافذ دي مهمه جدا. نطلع اول ما نطلع نلاقي غرفه معيشه اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. يمكن عشان الغرف يمين وشمال كنت بقول ان هي ما ينفعش يعني تقفل غرفه نوم. ممكن اكون انا مش بقول الصح، يعني ان انا مش مهندسه. بلكونه عمقها ممتاز بصراحه، وبتشوف الجاردن بتاعتنا. المسافه بيني وبين الجار اعتقد كويسه جدا. ودي الجاردن من الدور الاعلى. طيب احنا معانا في الدور الاول 3 غرف غير غرفه المعيشه اللي احنا كنا واقفين فيها دلوقتي. دي اول غرفه معانا، وهنا الدراسنج هيكون سنه ضلمه، وده الحمام منور جدا. وبعدين انا عندي هنا في الجزء ده غرفتين، يعني الجزء ده. بس قبل ما ندخل الغرفتين هنا ندخل نشوف الحمام ده بيسرفز على غرفة المعيشة وعلى الغرفتين كمان. مساحته كويسة قوي. دي تاني غرفة معانا من الحمام طبعا. كنت حابة بس اجيب الممرات اللي في الجنب عشان اشوف المسافة بيني وبين الجار. ودي تالت غرفة معانا. انا عاجبني بقى في البيت ايه، ان هو منور. معايا بيت معايا مش قبلي، معلومة يعني. الإنارة في البيت او البيت الحلو وهو مش متشطب بيبقى احلى لما يتشطب. فالبيت ده حلو جدا، الفيلا دي حلوة جدا، تقسيمتها بصراحة ممتازة. كنت حابة اقرب بس عشان اجيب الليك اللي قدام البيت، لان الشجر مداري عليها، غير ان الجاردن بتاعتنا اعلى من مستوى الارض، فعشان كده هي مميزة جدا. هنطلع الدور التالت، هيكون معانا غرفة كبيرة جدا ممكن تتقسم لأي حاجة أنا مش عارفاها، كل حد على حسب احتياجاته اللي هو محتاجها في بيته. وحمام ده أساسي موجود معانا، واعتقد في مكان للكيتشنات. روف عندي هنا مش زي كل الفيلا اليمين والشمال، لا روف عندي هنا يعني قطع على بعضها. دي الاريا اللي بقول عليها على اليمين، وده الحمام اللي بقول عليه على الشمال. مساحة كويسة قوي. احنا كده معانا 4 غرف، لسه احنا ما دخلناش البازمنت غير غرفة المعيشة. ده الروف بتاعي، وهو موجود في نفس اتجاه الجاردن مش في الخلف. مساحة كويسة جدا، احنا مش محتاجين اكتر من كده. احنا كده هننزل البازمنت من داخل البيت، هنلاقيه مساحة كلها open space، تعملها بقى زي ما حضرتك عاوز. يعني انا شفت الفيلا اللي جنبنا عاملاها شقة منفصلة وعجبتني بصراحة، بس كل حد ليه احتياجاته. في حد لا محتاج ان هو يعمل باركينج، في حد محتاج يعمل جيم. عجبني قوي قوي ان البازمنت منور، يعني اهو كل حاجة واضحة في الفيديو. البيت سعره حلو جدا ولقطة يا جماعة. الكومباوند راقي جدا، وفي مكان موقع بصراحة جبار، كل خدمات موجودة. وفي كلاب هاوس بالمناسبة مش كبير قوي، في حمامات سباحة وبس كده. طيب احنا كده شفنا الفيلا لقطة جدا. اللوكيشن فيري برايم لوكيشن للكومباوند. انت جنبك جاردن ايد، جنبك ريفر ووك، جنبك الجاز، انت قريب من كل حاجة، من الدائري، محمد نجيب، شارع 90 الشمالي. يعني موقع فعلا محوري
انا بصراحه عجبني جدا جدا جدا، عجبني. انا بحب الكومباوندز اللي كلها فيلل عامه، يعني بحس ان هي ترافيك اقل، الكوميونتي كله شبه بعضه. وفي ناس كتير يعني شبهي شويه بتحب ده، وفي ناس بتختلف عني، والاختلاف ما يعني نحترمه، مفيش مشكله فيه. طيب السعر فيصل مهم جدا مع المساحه واللوكيشن والفيلا والتقسيمه الداخليه. كويس. محتاج يعرف السعر. اسكرينا على 031 3462 37. طيب الدفع كاش والاسلام فوري. الاسلام فوري والدفع كاش، مش بقسط، يعني الفيلا دي مش للتقسيط خالص. كويس. طيب اللي محتاج يعرف السعر اسكرينا على 031 3462 37. رينا سليمان، شركة تيرهوم عقارات. بس اشوفكم قريب. باي باي.